السلام عليكم، صباح النور. كي صبحتوا؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى كلشي يكون بخير وكلشي يكون مزيان باش ما تمنيتو يا ربي. كي دايرين مع شي صهد؟ كي دايرين مع شي غلاء ديال الاسعار؟ كي دايرين مع شي غلاء ديال المازوط؟ ايوا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. والله يحفظ، الله يحضر السلامه يا ربي وصافي والله العظيم. المهم اليوم جيتكم بواحد الزعلوك. شوفوا شنو بقى لي في النبيره. بقى لي هادي بحال اللي غتفسد، وهادو ماشي حارين. هذا الشيء اللي يبقى لي في النبيره قلت ندير زعلوك احسن من اللي يزيدوا يفسدوا نرميهم. وبقى لي حبه ديال الدنجال مطيشات تبارك الله صلى على النبي، عامله 15 درهم. ندير غير النص ندير غير النص. المهم هذا بهذه الطريقه اللي غنعملها انايا في المقلاه ما غياخدش الزيت معاك بزاف. فيها نقيضه ديال الزيت. طبعا كل وحده والطريقه ديالها. انا كنقول لك الطريقه ديالي وجربي الطريقه ديالي بالك تعجبك، علاش لا. ما تنساوش بنات خلوا جيم وكومونتير، واللي ماشي مشتركه في القناه تشترك فضلا وليس امرا، هكذا باش اي حاجه كنحطها كتطلع لها. المهم هنا جبت الثومه، جوج فصوص ديال الثومه. هنا نبدا بالمطيشه، غندير نص حبه مطيشه. طبعا كلشي مغسول. مطيشه نخلوها بالماء ديالها باش تطلق الماء ديالها. غادي نخليها على جنب، غنحتاجها لحاجه اخرى. المهم مطيشه نخلوها بالماء ديالها قلت لك باش تطلق الماء ديالها هكذا. وضروري تكون عندنا واحد المقلاة، اللي فيها الخطا، اي حاجه فيها خطا وصافي هكذا. فحال اللي كيتبخروا داك الماء وداك الخطا ديال المقلاة غيطيبوا به. المهم انا الدنجال جاني على حبه كبيره، غنقسمو على 2 باش هكذا باش تغلق لي الغطايه. تبارك الله كبير. وانا ما عزيزش عليا صراحه بالله شي حاجه تفسد. المهم هاد الثومه غنديروها هكذا. يعني كلشي غنمعسوه في الاخر. هنا الفلفله نحيدو لها الزريعه، هكذا نحيدو لها الراس والزريعه. وما ياكلش الزيت، ندير غير واحد النقطه ديال الزيت نغطيو عليه، نخليو هذاك الماء ديال المطيشه وهذاك البخار يطيب فيه. ان شاء الله الوصفه تعجبكم، ان شاء الله تجربوها علاش لا. نتوما عارفين دابا الحراره ما يمكنش ديري المرقه وما يمكنش ديري بزاف د الحوايج يعني خصهم غير شي حاجه خفيفه في هذا الحر. والدراري انا ما عزيزش عليا الدراري ما كيبقاوش ياكلوا في الحراره والله العظيم. كنتاسف في العواول ما كياكلوش في الحراره، كيبقاو يشربوا الماء والكلاص وداكشي. المهم هادشي ما تخافوش، ملي كيبدا يطيب القشره كلشي غيتحيد بوحدو هكذا. هنا غنجيب واحد النقطه ديال الزيت، ندير الملحه والابزار ساهل وسريع، يعني ما تكثروا شويه الملحه باش تدخل كلشي هكذا. هو صافي ما نبقاوش نهار كامل حنا واقفين في الكوزينه، نهار كامل في هاد الحراره وهاد الصهد. انا غادي نطلع عندي الغطايه ديالها، ها هي هكذا. نديرها على نار متوسطه ونخليها طيب، ومره مره كنجي نفتح عليها ونشوفها. ها هي انا حطيتها فوق البوطه، نخليها
تاع التبلات عليها. مره نجي نفتحها ما نزيد لا ما لا حتى شي حاجه، داك البخار غيولي عليها وغطيب عليها ان شاء الله حتى ديك المطيشه غتطلق الماء ديالها. شوفوا نطلع عليه، شوفوا هنايا كيفاش كيتقشر غير بوحديتو ويبدا كيقبال هكذا صافي. حتى الفلفله بلاتي نزيد الخلطه شوفوا كيفاش طاب والله ديك المطيشه. هادشي هنايا انا غنطفي عليه، غنمعسو كامل بالفرشيطه، غنمعسو كامل. غنزيد له الربيع اللي باغي يزيد له وغنزيد نقليه شويه حيت الزعلوك تعرفوا خصو يجي ناشف. المهم نكمل معكم الصابلي ونفتحوا مع بعضياتنا. ها هو دابا كنقي فيه، شوفوا الطريقه ديال تنقيها ساهله. وغنمعسو بهادي، اللي ما عندهاش هادي تمعس بالفرشيطه فحال ها هي. نقي الفلفل ها هو، شوفوا كتحيد بسهوله ولا اسهل، ما تعبي روحك ما حتى شي حاجه. عاد غنرجعوه نديروا له الربيع وتشحر شويه وصافي. هو طاب معنا ولا اسهل. بعد ما ربيتو هذا كنمعس فيه ولا اسهل. ما ضربو تماره ما حتى شي حاجه. المهم انا نخليه هكذا حتى نعاود نشعل عليه وندير الربيع حتى نسالي ان شاء الله. انا معكم. ها بعد ما وجد ولا اروع قدمته، شوفوا كيفاش جا. المهم ان شاء الله تجربوه ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله. هنا غنجوز ندير معكم صابلي. المهم غنديروا الكوتي نبدل شويه من الكيكه وكلشي. هنا عندي 125 غرام ديال الزبده، اي نوع ديال الزبده عندي اللي عندك، ماشي شرط هذه ولا هذه. 125 غرام هي 2 معالق ونص. هذا ما فيش الزيت، فيه غير الزبده. هنا غندير بيضه كامله وصفر ديال البيضه. ها هي صفر ديال البيضه. غندير قرصه ديال الملحه، ضروري الملحه. وغندير سكر كلاص، نص كاس ديال العنبه، نص كاس ديال العنبه وديال النشا. هادشي اللي فيه. ها هو سكر كلاص، نزيد نشا نفس الكاس عبروا ليه. يعني تقريبا 3 ديال المعالق اللي هو ما عندوش كاس ديال العنبه، 3 ديال المعالق سكر كلاص و3 معالق ديال النشا. هنا غنضرب كلشي ويلي لا غنضرب كلشي بالبراد المكسور. هادي بسم الله شويه باش ما يطيرش.
البوماده، غنمشي نزيد عليهم الطحين ونزيد عليهم قرصه ديال الخماره ديال الحلوه. ما ديروش بزاف حيت الخماره ديال الحلوه كتنفخ، حنا ما خصناش يخمر. هنا غنزيد الطحين ونبدا نجمع هكذا بالمعلقه ونبدا نجمع. شوفوا الصابلي ما كيتعجنش، غير كيتجمع وما تقصحوهش وما تخلوهش طري، يعني ملموم وصافي. هنا غنجيب قرصه ديال الخماره، شوفوا شحال صافي بركه. غنبدا بسم الله. طبعا انا كنجمع ونشوف خص الطحين ونزيد. هذه الكميه تخرج لي شي 20 حبه ولا 25 حبه على حسب واش ديروها غليظ ولا ديروها رقيق. طبعا اللي بغى تعمل كميه كبيره ضاعف كلشي يضاعف. دقيقه نزيد الطحين خصو يتجمع. طبعا الطحين نزيدوه بشويه باش ما تغلبناش هكذا. غير كنجمع حتى تولي عجينه متماسكه. المهم هو كيجي زوين، كيجي طري. ديريه بالكونفيتور، تعمريه بالكونفيتور، والتفطير ما كياخذش شي وقت. دغيا كيطيب. المهم اللي عجبوها فيديوهاتي طبعا تشترك في القناه، تفضل مراسة الله، وبارطاجي مع الاحباب مع الاصدقاء مع العائله ان شاء الله. باقي كاين وصفات مزيانه اقتصاديه طبعا مع هذا الغلاء. الله يحسن العون يا ربي، كل واحد يا ربي الله يحسن العون والله، اللي عنده باللي ما عندوش. شوفوا هكذا صافي. المهم هنا ما تخلوا لا يرتاح لا والو، غتجيبوا ميكا وتفتحوه. دابا نفتحوا معكم وتشوفوا ان شاء الله. هنا نجيبوا قطعه الصابلي العجينه نديروها ميكا. طبعا الحلاب نديرو شويه طحين. هنا نفتحوا العجينه ضروري ميكا. الحلاب ما نديروش غليظ وما نديروش رقيق. هنا نجيو نطبعو، ملي كنطبعو نديرو غير هكذا، ما ندوروش باش ما تجيش عوجه. بسم الله. نتينا ديريه في الغدا ونتينا ديريه في الكوتي باش تختصري الوقت. شوفوا ما درتو غليظ ما درتو رقيق. غنجيب صينيه هادو غنجمعوهم غير هكذا ونخلوه يرتاح. ندير العجينه الثانيه، انا قسمتها على جوج هكذا. نجيب العجينه الثانيه نفتحها نفس الشكل. نجيبو اي ميكا نفتحوها، نفتحو بالحلال ونديرو نفس الطريقه. هنا بعد ما قطعناها نجيو انا جبت هذه، ما عنديش داك ديال الصابلي، هذه ديال بوش باش ندير التوقات صغيره هكذا.
نكمل بنفس الطريقة. يعني اي حاجة عندك عدلي بها، كل شيء عنده هادو باختصار. نديرهم في الصينية ونكمل نفس العملية. نحسب شحال عندي اخرين باش ندير هذا ديال الوقت، ولا اسهل ما كياخذش الوقت بزاف. يعني ما تبقاش تستنى فيه يرتاح ولا شي حاجه، كتعد ليه ديك الساعه. طبعا العجينه كنديروها ونعاودو نفتحوها عادي، كتفتح معنا عادي، ما تخافيش ما يلصقش معاك، حيت فيه الزبده. عندنا هذه العجينه ونعاود نفتحها. كمل نفس الطريقه. ها هو وجد معايا. دابا ندخلو الفران يطيب على 170 درجه. 170 درجه ياخذ غير شي تحميره خفيفه، حيت هو دغيا كيشم النار صافي. المهم خليكم معايا باش تشوفوا حتى نخرجوا من الفران. هذه برد شويه شي 3 دقائق. غنعمل له كونفيتير ونزينو الفوقه بسكر كلاص ولا اروح. ها هو الكوتي واجد معكم، يعني ما خداش مني حتى 20 دقيقه. ايوا وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، وكنتمنى تجربوها. وخلوا لي في الكومونتير الا جربتوها كيفاش جاتكم. واللي مشترك اللي ماشي مشتركه في القناه تشترك، نقولها فضلا وليس امرا. واللي كتدخل عندي وكتخلي لي كومونتير فحال وجهها كنقولها شكرا على الوقت ديالك، وشكرا شكرا على الكومونتير ديالك، وشكرا على الدعم ديالك. الله يجعلها تكون هكذا خير ليا وليك ان شاء الله، والله يعطيني شي خير انا وياك. هاو البنات شوفوا كيفاش جا. عملت له السكر، عملت له وحده فوق وحده، عملت له كونفيتور ديال اي كونفيتور كان عندكم. انا كان عندي ديال الكرموز، وعملت بالصفاي من الفوق هكذا سكر كلاص. جا كيحمق لو النص ديالو باقي ما لحقش الكوتي بصحتهم وراحتهم. اي ما شاء الله تجربوا، خلوا لي في الكومونتير بصحه وراحه.